الطاسة بتاعتي وفيها شوية زيت على النار، ولما تسخن حلو كده هنزل بقى من مكعبات البطاطس بتاعتي، وما تكونش كبيرة قوي المكعبات، مقطعها بالشكل ده كده، واديها تشويحة حلوة مع الزيت. وبعد ما تتشوح مع الزيت مجهزة معايا بصلة صغيرة خالص مش كبيرة، هنزل بيها عليها برضو، مقطعاها برضو تقطيعة تقريبا ناعمة شوية. هضيف ليها بقى ملح وفلفل اسمر واقلبهم مع بعض، وهضيف شوية مية صغيرين لحد ما البطاطس تستوي، ولو عايزة تحطيه هضيف تاني طماطمية واحدة وقرن فلفل اخضر، واديهم تقليبة واحدة وهرفع من النار. هحطهم في الطبق بتاعي، بهاراتي بقى اظبط الملح، كزبرة، كمون، فلفل اسمر. هنزل ببيضتين واقلب كل ده مع بعض. الامانه يا جماعه هتحتاجوا بقى طاسه كبيره شويه لو مش عايزينها عاليه، بس انا مستخدمه الطاسه بتاعتي. تمام، هحط شويه زيت، ولو انتوا عاملين دايت تقللوا الزيت شويه. هنزل بقى بالاومليت بتاعي، بيض بالخضار، والله طعمه تحفه ومشبع جدا جدا جدا، بس قللوا شويه الزيت. دي شكله بعد ما استوى. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وصفات جديده. مع السلامه.